شهر مارس الداخل. كما سنتحدث أيضا عن اجتماع المكتب التنفيذي للكاف الذي انعقد اليوم في مدينة دار السلام العاصمة التنزانية، وكان اجتماعا ساخنا أو على صفيح ساخن، حيث صب جل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف صبوا جام غضبهم على رئيس الكاف موتسيبي الذي وجد نفسه وحيدا وسط عدد كبير من ممثلي الاتحادات الوطنية الذين اشتكوا كثيرا لرئيس الكاف ما حدث مؤخرا في نهائيات كأس إفريقيا بالمغرب. بعض التسريبات التي وصلت إلينا تقول بأن اجتماع اليوم كان ساخنا وصريحا، وموتسيبي كان في مواجهة الجميع في غياب فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الذي قاطع هذا الاجتماع، مع العلم أن بعض رؤساء الاتحادات أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي حضروا الاجتماع ولكن عن طريق تقنية الزوم، يعني التحاضر المرئي عن بعد. أمين، هل لديك معلومات أخرى فيما حدث داخل قاعة الاجتماع؟ شوف، أولا بعض المصادر من الاتحادية الجزائرية وصفت الاجتماع أو ما حدث بالاجتماع بعبارة حرب أهلية، يعني كان التوتر في أعلى مستوى بين رؤساء الاتحادات ورئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، وهذا طبيعي وكان منتظرا كردة فعل طبيعية بعد ما حدث في كأس إفريقيا الأخيرة والمباراة النهائية، امتداد لما حدث من أخطاء تحكيمية وأمور أخرى تحدثنا عنها مطولا في هذا أو في الاستوديو الآخر في كأس إفريقيا السابقة. هل هناك تحالفات بين الاتحادات الإفريقية؟ إلى غاية الآن ليس هناك تحالفات بالمعنى الحقيقي للتحالف، ولكن هناك رياح تغيير. الدليل أن كان هناك إجماع بين كل رؤساء الاتحادات الإفريقية بالأمس حول انتقاد آليات عمل الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الحالية، وخصوصا موتسيبي الذي لم يستطع المواجهة واضطر للهروب بعد 5 ساعات نقاش. نعم، اضطر للهروب، لم يستطع المواجهة، لم يكن يملك الإجابات المقنعة لرؤساء الاتحادات الإفريقية الموجودة. هذا دليل آخر على أن هناك أشياء كثيرة مخفية عن العلن تدار في الخفاء من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والرجال الفاعلين داخل هذا الاتحاد. الآن الأمر واضح، اللعبة واضحة. بعد كثرة الضغوط على الاتحاد الإفريقي يجب التضحية ببعض الأسماء، يجب التضحية ببعض التحالفات. الآن موتسيبي سيكون مجبرا على تبرئة نفسه والتضحية ببعض مقربيها الذين كانت لهم اليد العليا داخل الكواليس. هل يملك موتسيبي القوة والقدرة على إحداث تغيير داخل الكاف؟ أتحدث عن تغيير حقيقي، لا أتحدث عن تغيير الواجهات أو تغيير بعض الأسماء مع الإبقاء على نفس السياسات. هل يملك يميدو موتسيبي قدرة المواجهة في ظل غياب فوزي لقجع الذي يعلم الجميع بأنه هو الرأس المدبر والذراع اليمنى لموتسيبي؟ اليوم فوزي لقجع يقال بأنه غاب احتجاجا على العقوبات التي صدرت عن لجنة الانضباط التابعة للكاف في حق اللاعبين المغاربة والاتحاد المغربي لكرة القدم بعد أحداث المباراة النهائية التي وصفها اليوم موتسيبي بأنها نقطة سوداء في نهائي جميل. هل يستطيع موتسيبي إحداث تغيير؟ هل يستطيع المواجهة في ظل غياب فوزي لقجع، أم أن غياب فوزي لقجع اليوم هو غياب تكتيكي ورجل سيعود بقوة في قادم المواعيد؟ ما الذي يحدث؟ ما هي الطبخة التي تحضر ميدو؟ بالفرنسية يقول كي سام لو فون ريكولت لا طومبات، من يزرع الريح يحصد العاصفة. نعم، هو زرع الريح يحصد العاصفة. لم يكن لذلك الظلم أن يستمر، وما كان لما كان يحدث على مستوى الاتحاد الإفريقي أن يستمر، لأنه الفضيحة في كأس إفريقيا بالمغرب أصبحت عالمية، ليس فقط قارية ويمكن السيطرة عليها من خلال
فعل ما كانوا يفعلونه طيلة المدة الأخيرة من خلال شراء الذمم. لكن لما أصبحت الأمور عالمية أصبحت فضيحة. العالم كله تحدث على ما حدث في كأس أفريقيا، عار ما حدث في كأس أفريقيا من خلال أخطاء التحكيم المتعمدة، كل شيء، خاصة ما حدث قبل وأثناء نعطيك نكتة اليوم باش تضحك. رئيس لجنة التحكيم اليوم كان حاضر في هذا الاجتماع، ولما قوات عليه الأسئلة عن سر الاختيارات العجيبة، عن تأخر في اختيار الحكام، عن عملية التضليل الواضحة التي كانت تعتمد خلال عملية تعيين الحكام، وهذه عملية حساسة ويجب أن تكون شفافة. حكم الفلاني للمباراة الفلانية وأعلن عليه يومين أو 3 أيام قبل المواجهة، بكل لا أعلن شفافية. عليه على الساعة 10 ليلا بعد نفاذ المدة القانونية للطعون، ويكون هذا الحكم كأمر واقع. رئيس الاتحاد الجزائري محمد كان للأمانة كان من أبرز المتحدثين عن هذه النقطة بالذات. نعم. عبر عن استغرابه لآلية تعيين الحكام. نعم. استغرب لكيفية تعيين الحكام في وقت متأخر عبر مجموعات في الواتساب، وطالب، كان من بين المطالبين بحل لجنة الحكام، وهذا كان بالإجماع لجنة الحكام، وتنحي الأمين العام عن مركز كانوا مطلبين. نعم، هذو كانوا مطلبين بالإجماع من كل رؤساء الاتحادات الإفريقية الذين شاركوا في هذا. تخيل إجابة رئيس لجنة التحكيم ماذا قال ميدو؟ قال لهم لا أعرف الحكام جيدا. لأنه عين في اجتماع كينشاسا. كيف رئيس لجنة التحكيم عنده جنود الحكام اللي هم جنود يوظفهم لإدارة مباريات كبيرة، مباريات حساسة، مباريات خطيرة، مباريات يشاهدها كل العالم، يقول لك أنا لا أعرف جنودي جيدا. يعني أنت تحط في رأس الهرم شخص لا يعرف المنظومة، لا يعرف أسماء الحكام، غير مطلع. حكم دولي كبير في إفريقيا لطالما امتلكت حكام دوليين عالميين، خاصة حكام شمال إفريقيا. نعم. حكام الجزائريين، المصريين، المغاربة في وقت ما، حكام تونسيين أيضا في وقت ما. لذلك هذا الأمر على بالك على ماذا يدل ميدو؟ سامحني. تفضل. بكل بساطة يدل على أنه هذا أو رئيس لجنة الحكام لم يكن مطالبا بوضع حكام للعدل بين المنتخبات. كانت لديه مهمة. وللأمانة من الكونغو اسمه سافاري كابيني. نعم. لم يكن حكما كبير شأن. لذلك هنا نروح لواحد نقطة مهمة جدا فيما يخص، لأنها العصب الوتار في الاتحاد الإفريقي في المنافسات اللي هي لجنة التحكيم. حكم جزائري مثل الغربال ما تعطيلوش مباريات. بعيدا عن الغربال اليوم اللي مازالوا يحكم، اليوم نروحوا نحوسوا حنا تاني الفو كون سخا انتيليجون سي الفو كون سو بروبوز حنا تاني، ولا نمشيو حنا تاني ايضا نتوغلوا في الاتحاد الافريقي لكره القدم. حنا عندنا حاجه واحده برك، نحبسوا الحرب الطاحنه فيما بيننا التي تحدث على مستوى كره القدم الجزائريه من خلال اقتراح اسماء لولوج الاتحاد الافريقي في كل اللجان المتواجده، على ابرزها لجنه التحكيم. انا اليوم نضم صوتي لصوت بعض الصحفيين الجزائريين كانوا يتحدثوا هذا الاسبوع حول امكانيه ترشيح رئيس لجنه التحكيم في الجزائر. انا لا اتحدث عنه لانني اعرفه ولا باسكو موا ما باليش نتلاقى به ولا نو، جو بارل دان برانسيب و جو بارل دان برانسيب دو باتريوتيزم، يعني كوطني وجزائري. اليوم علاش بوركو با بروبوز با كواحد كيما مهدي عبيد شارف باش يلج لجنه التحكيم على مستوى الاتحاد الافريقي لكره القدم، حكم دولي سابق، حكم العديد من النهائيات، متواجد على راس لجنه التحكيم في الجزائر. كوا كو سوا لي بروبليم اللي كاين اونتر نو ايسي ان تي بو نخليو نسيو او موا اون فوا نكونوا متضامنين بيناتنا. نعم. ونرشحوا اسماء جزائريه للتواجد على مستوى لجنه الاتحاد الافريقي لكره القدم. كشف الوجه الاخر للكاف. اجتماع اليوم كشف عن صراعات داخلية، عن ضعف التسيير، عن الضغط الجماعي غير مسبوق على الرئيس موتسيبي. الأكيد أن ما بعد نهاية كأس أفريقيا 2025 لن يكون كما كان الحال من قبل. الآن مطالبات بإصلاحات، مطالبات بتغيير رئيس لجنة التحكيم، مطالبات بإصلاحات جذرية للجنة التحكيم. أيضا اليوم غياب فيرون الأمين العام للكاف يطرح عدة تساؤلات، كيف له أن يغيب عن اجتماع مهم جدا مثل هذا. قلت لك موتسيبي اليوم كان وحيدا يدافع عن سهام الانتقاد، وفي بعض الأحيان لم تكن له إجابات كافية وشافية
لأنه رئيس مغيب لا يعلم حتى ما يحدث داخل الكاف. هل تعتقد بأن هذا الاجتماع سيكون نقطة تحول أو بادرة خير؟ هل تعتقد أن هذا الاجتماع سيكون زلزالا سيفضي إلى سقوط بعض الرؤوس؟ ماذا تتوقع؟ هذا